ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن الاحوال. لو انت اول مرة بتتابعني وبتتابع قناتي، ارجوك ما تنساش تشترك في القناة وتدعم الفيديو ده بلايك. اكون ممتنة جدا ليكم. النهاردة هنتكلم عن حكاية جديدة خالص، حكاية اسمها زواج مؤقت. يلا بينا نسمع حكايتنا. نور وهي بتدخل قصر كبير وكان فيه كل حاجة مش مترتبة ومتلخبط، وطلعت الأوضة فوق. أول ما دخلت اتخضت، لقت بنت كانت بتلبس هدومها، وكان المدير بتاعها اسمه فارس كان في الشغل نايم. وزقت البنت نور وخرجت. قربت نور من فارس علشان هي تصحيه، ونور كانت مكسوفة جدا من بعيد وعمالة تقوله مستر فارس، مستر فارس، أستاذ فارس. وفضلت ان هي تنده عليه ومن غير فايدة لحد ما هي قربت منه جدا. وهنا فارس راح شدها وافتكر ان هي البنت اللي كانت بايتة معاه امبارح. نور عمالة تحاول ان هي تبعد فارس عنها وعمالة تقوله مستر فارس لو سمحت ابعد كده ما يصحش. وفي سرها عمالة تلعن حظها ان هي مش لاقية شغل تاني، وان هي قد ايه محتاجة الشغل جدا، بس ما يكونش في نفس الوقت بالطريقة دي. فارس بعد عنها وقال لها هو انت بتعملي ايه هنا؟ ايه غبية انتي؟ نور عمالة تحاول ان هي ما تبينش عصبيتها علشان هي لسه جديدة في الشغل ومش عايزة تخسره. قالت له اسفة حضرتك، انا كنت بصحيك، ورانا ميتنج مهم كمان نص ساعة. فارس قال لها وسعي كده من قدامي، انت غبية. نور في سرها عمالة تقول غبية مين يا متخلف؟ هو انت ايه المغرور ده؟ مغرور على ايه؟ فارس خد شاور وبعد ما خرج ولبس هدومه ولقى نور قاعدة في العربية ورا مش جنب السواق، راح قعد يتريق عليها وقعد يقول هي دي كانت عربية ابوك يا استاذة نور؟ نور اتحرجت منه، قالت له انا اسفة، ونزلت ركبت جنب السواق. وكانت طول الطريق بتحاول تحط راسها في الارض. وكان فارس ورا مش مركز غير في ورق الشغل لحد ما هو وصل الشركة وخلص الاجتماع. ودخلت نور بالقهوة ومعاها ورق الشغل. مستر فارس هو ممكن طلب إنساني من حضرتك؟ وكانت مترددة. فارس قال لها باستهزاء طلب إنساني؟ اتفضلي. نور قالت له أنا كنت محتاجة مبلغ وهسدده من المرتب. فارس قال لها من أولها كده عايزة كام إن شاء الله؟ نور قالت له هو أنا عايزة 200,000 جنيه. فارس قال لها نعم، حد قالك عليا إني أنا بوزع فلوس؟ نور قالت له والله حضرتك أنا ماما لازم تعمل عملية في أسرع وقت، وأنا مستعدة أكتب لحضرتك أي ضمان بالفلوس وأشتغل ليل نهار علشان أسدد المبلغ لحضرتك. وهنا تليفون فارس راح رن، ورد فارس وشاور لنور ان هي تطلع برا. فارس قاله ازيك يا جدو، عامل ايه؟ وحشتني. اسماعيل جد فارس قاله يا واد لو كنت فاكر جدك صحيح كنت جيت تزوره. فارس قاله ما انت يا جدو اللي حكمت عليا. اسماعيل قاله ايوه يا فارس، انا فاكر كويس اني قلتلك علشان تدخل بيتي لازم تتجوز يا فارس. فارس قاله وانا قلتلك يا جدو اني مش عايز اتجوز دلوقتي. اسماعيل قاله طيب اسمع بقى يا فارس، علشان انا مش ضامن اعيش لبكرة في خلال شهر يا فارس لو ما كنتش متجوز او على الاقل خاطب انا هحرمك من كل فلوسي. فارس قعد يقوله انت بتقول ايه يا جدو؟ قاله انا دلعتك كتير وايه الفايدة دي؟ ده اخر كلام عندي. فارس راح قاله ماشي يا جدو، سلام. فارس قفل وكان متعصب ومش طايق نفسه خالص. وخبطت نور وكانت خايفة، ففارس قال لها اتفضلي اتزفتي، عايزة ايه؟ نور قالت له انا كنت بكلم حضرتك في موضوع الفلوس. فارس قال لها انا مش موافق، برا. نور لسه هتخرج وهي حاسة ان الدنيا وقفت ومش عارفة هتتصرف ازاي في عملية مامتها. فارس راح قال لها استني بقولك ايه، انا عندي ليكي عرض وهديكي اكتر من اللي انتي طلبتيه. نور قالت له عرض ايه؟ فارس قال لها نتجوز.
فارس قال لها بصي، كل واحد منا عايز مصلحة من التاني. انتي عايزة فلوس علشان والدتك، وانا كمان محتاج واحدة تبان انها بنت ناس، وفي خلال 6 شهور هنتطلق وكل واحد يرجع حياته. وفي ال6 شهور دول كل واحد في حاله حياته، بس قدام الناس احنا متجوزين. نور قالت له هو انت خلاص قررت ان انا وافقت وهتقرر كمان هنعيش ازاي؟ فارس قال لها ده عرض عادي، هجيب اي واحدة غيرك بس طلبك مرفوض، مش بسلم حد برضه، مش بسلم حد برا. نور قالت له طيب يا مستر فارس نتفاهم. فارس راح قعد قال لها انا قلت برا، هو انت ما بتفهميش؟ نور خرجت وهي مش عارفة هتروح البيت تقول ايه لوالدتها. وهي قاعدة قبل ما يخلص الشغل بساعة جالها تليفون ان والدتها تعبت ونقلوها المستشفى، ولازم ان هي تروح تدفع مصاريف المستشفى. نور قفلت الموبايل وهي مش عارفة تعمل ايه ولا تجيب فلوس ازاي. نور دخلت المكتب فجأة على فارس بدون اي مقدمات وقالت له انا موافقة. فارس بصلها واتفاجئ وقعد يبتسم ابتسامة خبيثة. فارس قال لها متأكدة لو وافقتي دلوقتي مفيش رجوع في القرار تاني؟ نور قالت له ايوه بس بشرط هتديني المبلغ اللي طلبته النهاردة. فارس قال لها انا هبعت حد من الحسابات ويشوف اللازم. وبص لنور اللي شكل هدومها بسيطة وعادية جدا ومنظر شعرها ونضارتها، فنور حست بإحراج من نظراته وهي عمالة تعدل في نضارتها. فارس باستهزاء بتعدلي ايه، هو اصلا في حد لسه بيلبس نظارات بالمنظر ده؟ وراح مسك ايديها بكل تلقائية وخرج من المكتب. نور اتكسفت جدا ان هو ماسك ايديها وحاولت ان هي تفلت منه، ولكنه كان جد جدا. وركبوا العربية وطلعوا على المول. نور قالت له على فكرة انا عندي لبس. راح فارس بصلها باستهزاء وقال لها هو انتي ممكن تسكتي احسن؟ ودخلوا محل فساتين وبدأ ان هو ينقلها وهي كانت واقفة محرجة شوية. فارس وفي ايده كام فستان. فارس قال لها قيسي دول. نور لبست اول فستان وكان مفتوح جدا وضيق عليها، وحست ان الفستان كان كاتم على نفسها ومش عارفة تتنفس. جت تفك السوستة معرفتش واتحشرت في الفستان. فارس من ورا باب البروفا قال لها انت خلصتي يا نور؟ ونور جوه الفستان بقى مغطي وشها وايديها ومش عارفه تطلع منه. فنور عماله تقول له هات حد من البنات اللي شغالين في المحل يدخل لي. قال لها في ايه؟ قالت له انا محتاجه بنت. فارس قال لها مفيش بنات في المحل، في ايه؟ قالت له انا اتحشرت في الفستان. ففارس قعد يضحك في سره. قال لها طيب خلاص انا هدخل اساعدك. نور قالت له انت بتقول ايه؟ اوعى تفتح. فراح فارس قطعها ودخل عليها البروفا وشاف نور وكانت يعتبر شبه عريانة، ووشها وايديها جوه الفستان مش عارفة تتحرك وهي عمالة تفرك. نور عماله تقول له مستر فارس اطلع بره بدل ما اصوت والم عليك المول كله. فارس قال لها اثبتي بقى علشان اعرف اخرجك من الفستان ده. نور وهي بتبعد وبتتحرك وبتفرك كتير، فارس مسكها من وسطها وقال لها بطلي تتحركي بقى. وكانت نور واقفة من الإحراج والكسوف، ولكن فجأة اتصدموا لما حد فتح البروفة عليهم، وكانت صاحبة المحل واللي هي تكون والدة فارس كوثر هانم. فارس اتصدم وراح قال ماما. كوثر قالت له انت ازاي تدخل هنا ومين دي يا فارس؟ فارس قال لها دي نور مراتي. كوثر قالت له لحظة ولقت كوثر قالت له لحظة وخدت ابنها بره البروفة وهي مصدومة. قالت له انت اتجوزت ازاي وامتى ومين دي واهلها مين؟ انت جايب لي واحدة من الشارع تتجوزها؟ فارس قال لها يا ماما لا، نور دي بنت كويسة جدا ومن عيلة وانا بحبها. كوثر قال له مين دي يا فارس؟ تعرفها منين؟ فراح فارس قال لها نور تبقى مساعدتي الخاصة واقرب حد ليا. كوثر قالت له برضو مين دي؟ نعرفها منين؟ مين اهلها؟ فارس قال لها انا كنت هعرفكم عليها في الوقت المناسب. كوثر قالت له والوقت المناسب ده امتى ان شاء الله؟ لما تخلفوا بقى ولا ايه؟ متجوزها بقالك قد ايه؟ والجوازة دي بقى رسمي يعني ولا ايه ده؟ فارس قال لها ايوه يا ماما طبعا رسمي، نور بنت ناس محترمة جدا. كوثر والبنت الناس دي بقى اهلها سايبينها تتجوز في السر؟
فارس قال لها لا طبعا مش في السر، احنا بس كتبنا كتابنا مش اكتر، لكن طبعا هنعلن جوازنا. وفارس خد نور وخرجوا من غير ولا كلمة. نور في العربية قالت له انت ازاي تدخل عليا البروفة؟ فارس قال لها هو انت فاكرة اني انا هبص لواحدة زيك؟ نور راحت قالت له زيي؟ هو انا مالي؟ فارس قال لها لا ده انت زي الفل، بس خلاصي بقى ده انت رغاية. نور قالت له هو احنا رايحين فين؟ فارس قال لها رايحين البيت. نور قالت له انا عايزه اروح لو سمحت نزلني على جنب. فارس قال لها هو احنا مش بينا اتفاق حضرتك؟ هنروح البيت علشان تجهزي علشان اهلي يشوفوكي بمنظر ده، مش رايح اغتص بك انا يعني. نور راحت فضلت ساكته طول الطريق. فارس قال لها وصلنا يلا انزلي، ولسه هي بتفتح باب العربيه ولقيت فارس كان بيحط لسه المنديل على وشه، وراحت هي فقدت الوعي. صحيت لقت نفسها في أوضة فارس ونايمة ومن غير هدوم. نور صرخت نور صرخت تلقائي من الخضة، وفارس دخل عليها الأوضة، ونور مسكت الملاية وقعدت تعيط وقعدت تقوله انت عملت ايه اللي حصل؟ فارس قال لها ولا حاجة، انا بس جبت دكتورة تكشف عليكي. نور قالت له تكشف عليا ازاي؟ فارس انت هتكوني اسمك على اسمي، حتى لو جوازنا ده لعبة، بس لازم اتأكد من البنت اللي هديها اسمي، وانا معرفكيش اصلا. نور قالت له انت سافل وحقير وفاكر كل الناس زيك. فارس قال لها انا مش هحاسبك على الكلام ده دلوقتي، قومي البسي يلا علشان كمان ساعة المفروض نكون في بيت جدي بنعلن جوازها. نور وشها احمر من الاحراج والغضب وبتقول في سرها قد ايه هو بارد. فارس خرج وبدأت نور تلبس وفكت شعرها لانها طول الوقت كانت بتربطه كحكة قدام فارس. فارس واقف تحت مستنيها تخلص وبيرفع عينه لفوق، لقى نور نازلة وكان فعلا شكلها متغير جدا وشكلها حلو قوي. كانت لابسة فستان اوف وايت وفردة شعرها على كتافها، وكان شكلها جميل جدا لدرجة ان هو متعرفش عليها اول ما شافها، وهو في عينه نظرة انبهار ليها فجأة وقعت بسبب الكعب، ولكن هو مسكها من وسطها قبل ما تقع على الارض. فارس كان بيبص في عينيها وقعد يقول لها انتي كويسة. نور ما كانتش قادرة تركز غير في عيونه اللي اول مرة تلاحظ لونها الرمادي. فارس راح قال لها حلوة اللينسز اللي انتي لابساها، ما بتلبسهاش ليه في الشغل؟ نور قالت له لينسز ايه دي عيني. فارس قال لها بجد؟ وقرب وكان بيتكلم قدام شفايفها قال لها شكلك حلو قوي. نور وهي بترجع راحت قالت له شكرا. فارس قال لها انا اسف على اللي عملته معاكي الصبح، بس انا في حاجة في الوقت المناسب انا هبقى احكي لك عليها. بعد ما وصلوا البيت والجد كان فرحان ورحب بيهم، وكان فرحان ان فارس اتجوز. بس فجأة النور قطع وحد شد نور بعيد. ساعتها فارس قفل الباب وكان متضايق جدا وبص لنور وهو غضبان ورماها على السرير وقال لها انتي بتستغفليني، انتي قلتي او اهبل نايم؟ والله يا نور لندمك. وهو عمال يقرب اكتر منها، ونور كانت مرعوبة من الخوف مش قادرة تنطق، لحد ما جه وبص في عينيها وقال لها انتي تعرفيه ولا لأ؟ نور هزت راسها من الخوف قالت له ايوه اعرفه. قال لها من امتى وازاي؟ نور ساكته من كتر الخوف. فارس قال لها انطقي. نور قالت له ادهم ده يبقى ابن عمي، والمفروض ان احنا كنا هنتجوز لما ادهم يكون نفسه. وطبعا علشان ادهم كان شغال او بمعنى اصح كان في البيت بتاع جد فارس، ولما وقفت معاه فارس شافهم فافتكر ان في حاجة ما بينهم. ففارس قال لها انت ازاي ما تقوليش حاجة زي دي؟ انا جوزك يا نور، حتى لو جوازنا مش كامل او مؤقت ده اسمه جواز، وانت مراتي قدام ربنا والناس، يبقى تحترمي ده واياك المحك واقفة معي، انت فاهمة؟ نور قعدت تعيط وقعدت تقول له حاضر. فارس قعد على السرير مش عارف ينام وحاسس ان هو غيران وبينكر احساسه، لان اصلا نور المفروض بالنسبة له ان هي ما تهمهوش، وهو مش عايز يقع في الحب، بس الغيرة كانت عمياه، وكان عايز يثبت لنفسه ان نور ليه حتى لو الوضع مؤقت. فضل مستني لحد ما هي نامت وراح شالها وخدها في حضنه ونام لحد الصبح.
نور صحيت لقت فارس جنبها، افتكرت ان هي قامت ونامت جنبه. نور كانت خايفة اول ما لقت فارس صاحي، قالت انا اسفة والله ما اقصدش، انا معرفش ازاي جيت نمت جنبك، بجد اخر مرة مش هتتكرر. فارس قال لها اهدي مفيش حاجة، انت صعبتي عليا قلت تنامي عادي على السرير. نور اتكسفت وقامت غيرت هدومها. فارس قال لها اجهزي علشان احنا ورانا مشوار مهم. قالت له مشوار ايه؟ قال لها تعرفي لما نوصل. نور لبست بنطلون اسود قماش وبلوزة موف ورفعت شعرها ديل حصان. فارس راح فضل سرحان فيها شوية واول مرة يركز فيها قوي كده. نزلت مع فارس وسلموا على جده، وركبت مع فارس العربية قدام أدهم اللي كان ساكت ومش عارف يقول ايه. نور قالت له احنا هنروح فين؟ فارس قال لها هنروح لمامتك تشوفيها ونطلع مشوار بعدها. نور فرحت جدا وقالت له بجد هتوديني اشوف ماما؟ قال لها ايوه. نور مسكت ايده بعفوية وهي ممتنة جدا وقالت له بجد شكرا. فارس راح حس بكهربا في جسمه لما مسكت ايده وضحك لها ضحكة غريبة جدا وكمل سواقة عادي. نور قالت له هو انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ فارس اتغيرت تعبير وشه ووقف العربية فجأة، ونور اتخضت قالت له في ايه؟ فارس قال لها اياكي تسأليني تاني في حاجة ما تخصكيش، انتي هتنسي نفسك ولا ايه؟ نور استغربت جدا وبدأت ان هي تبصله باستغراب، تحوله معاها فجأة بس سكتت وفضلت باصة طول الطريق في الشباك. ولما وصلت نور المستشفى كانت المفاجأة ان هي اتبلغت ان والدتها للأسف اتوفت قبل ما هي تدخل العمليات. ومن الصدمة نور اغمى عليها وفضلت في غيبوبة 3 ايام، رافضة ان هي تتقبل الواقع. والأول مرة فارس بيسيب كل حاجة علشان حد، وساب شغله وكل حاجة وفضل قاعد جنب نور. ولما قامت نور لقت فارس قاعد قدامها وماسك ايديها. فارس قال لها نور انتي كويسة؟ نور قعدت تعيط وقالت له ماما ماتت يا فارس. فارس قال لها اهدي هي في مكان احسن يا نور وحدي الله. نور اترمت في حضن فارس وفضلت تعيط، وخدها فارس وروحوا على بيته مش بيت جده. فارس علشان يخرج نور من المود اللي هي فيه قرر ان هما يخرجوا سوا. فارس قاعدة ساكتة ليه؟ نور قالت له مش عارفة هو انا المفروض اقول ايه؟ قال لها اي حاجة. فارس قال لها تعرفي يا نور اني اتعلقت بيكي جدا؟ نور قالت له بجد؟ قال لها ايوه بجد، انا عايزة احكي لك عني شوية. وفضل نور وفارس يتكلموا سوا لحد بالليل من غير ما هما يحسوا بالوقت. واول مرة فارس يشوف نور بتضحك من بعد وفاة والدتها. وفي نص الكلام فارس قال لنور ان ادهم طلع متجوز من سنة وكان اصلا بيضحك عليها. وبعد 6 شهور نور وفارس اتعلقوا ببعض اكتر. نور وهي قاعدة في الأوضة بتعيط ان فارس المفروض ان هو النهاردة هيطلقها. فارس دخل من الباب لقى نور بتعيط. فارس قال لها انتي بتعيطي ليه؟ وايه شنطة الهدوم دي؟ نور قالت انا جاهزة. فارس قال لها جاهزة لايه؟ قالت له نتطلق. فارس بص في عينيها وقال لها هو انت عايزة تتطلقي؟ نور راحت قالت له لا. فارس قال لها وانا مش عايزة اطلق يا نور. وهنا كانت فارس قال لها وانا مش عايزة اطلق يا نور. وهنا كانت لأول مرة نور ما تكونش خايفة من فارس وقربت له اكتر. تاني يوم الصبح نور صحيت وعاشوا في سعادة، رغم ان كل واحد فيهم كان فاكر ان الجوازة مؤقتة في حياة التاني، ومحدش فيهم كان عارف ان القدر كان هيجمعهم من تاني. اتمنى تكون حكايتنا عجبتكم، واتمنى ان انتوا تكونوا حبيتوها، وان شاء الله باذن الله نتقابل في الفيديو الجاي بحكاية جديدة.